وزير الداخلية الفرنسي: النظام الجزائري لا يحترم شعبه وشرعنا رسميا في منع المسؤولين الجزائريين من دخول فرنسا. قال وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو أن الحكومة الفرنسية شرعت رسميا في منع كبار المسؤولين الجزائريين من دخول فرنسا لقضاء عطلهم أو الاستشفاء وتدريس أبنائهم هنا. وأضاف الوزير الفرنسي في حوار على الإذاعة RTL الفرنسية أن النظام الجزائري لا يحترم شعبه، والحكومة الفرنسية قررت بشكل رسمي الرد على هذه اللامبالاة بمنع عدد كبير من كبار المسؤولين الجزائريين لدخول فرنسا، كما حصل مع زوجة دبلوماسي جزائري حين تم رفض دخولها فرنسا قبل أيام. المسؤول الحكومي الفرنسي شدد على أنه تم إعداد لائحة بأزيد من 700 شخص سيتم ترحيلهم نحو الجزائر خلال أيام، وسنرى كيف سيتعامل النظام الجزائري مع هذا. وبخصوص فرض عقوبات على الجزائر، جدد وزير الخارجية الفرنسي موافقة على ما سبق لوزير العدل الفرنسي أن صرح به بهذا الخصوص، معتبرا أن الحكومة الفرنسية تسير في هذا الاتجاه. مفاجأة كبرى: روسيا تعلن إطلاق مشاريع عملاقة مع المغرب لأول مرة في المملكة المغربية، وهذا ما قالته سفارتها. كشفت سفارة روسيا بالرباط عن إجرائها مفاوضات مع المملكة المغربية من أجل إنجاز عدة مشاريع تهم قطاع الفلاحة وما تعلق بالتقنيات الزراعية. وأكدت سفارة روسيا بالمغرب في تصريح صحفي لمنبر إزفاستيا أن الشركة الروسية تجري مفاوضات مع الجانب المغربي بشأن مشاريع مشتركة في مجال التقنيات الزراعية ومبادرات في مجال استصلاح الأراضي والري ورقمنة القطاع الزراعي. وأفادت البعثة الدبلوماسية الروسية خلال نفس التصريح أن عددا من الشركات الروسية تتعاون بشكل وثيق مع شركاء مغاربة في هذا المجال التكنولوجيا الزراعية، ويجري النظر في مشاريع تتعلق بالري واستصلاح الأراضي ورقمنة الزراعة. وتابع المصدر أنه في العام الماضي أصبحت روسيا رائدة في صادرات القمح إلى المغرب، متجاوزة فرنسا التي كانت تعتبر الشريك التجاري الأكبر للمملكة المغربية، حيث صدر الاتحاد الروسي عام 2024 منتجات زراعية إلى المغرب أكثر ب3 مرات من العام السابق. ولفتت السفارة الروسية الانتباه إلى أن البيانات المتاحة تفيد أن المغرب استورد في الموسم الماضي 1.4 مليون طن من الشعير، أي 170 ألف طن فقط من روسيا، ما يعادل أكثر بقليل من 10% من إجمالي الواردات. وأشار المنبر المذكور أنه في فبراير الماضي صرح نائب رئيس الوزراء الروسي دمتري باتروشيف خلال معرض جلفود 2025 الدولي في دبي بأن حجم تجارة المنتجات الزراعية بين روسيا والإمارات العربية المتحدة تضاعف في يناير من هذا العام مقارنة بالشهر الأول من العام الماضي. يأتي هذا في ظل ما تشهده العلاقات المغربية الروسية من توازن عكس حجم المبادلات التجارية بين الجانبين في مجالات مختلفة، على رأسها المحروقات والحبوب.